واهلا بيكم في حلقه انا والجن 9. لو ما سمعتوش الاجزاء اللي فاتت يا ريت تسمعوها. الحلقه دي بتبقى عباره عن مواقف غريبه او مرعبه حصلت للناس، تبقى مجموعه من المواقف بحكي الموقف زي ما اتقال واللي حصل، وليك ان تصدق وليك ان تكذب. نروح لاول موقف معانا، بس قبل ما ابدا اعملوا سبسكرايب للقناه ويلا نروح لاول موقف. انا هاني. انا دخلت مره المقابر بالليل، ما كنتش عارف اخرج منها، فضلت الف بالعربيه في وسط المقابر مش عارف اخرج للشارع، لحد لما شفت راجل ماشي هو اللي دلني على الطريق العمومي. الغريبه ان هو شكله ما كانش باين في المرايه بتاعت العربيه. ببص ورا لقيت الراجل ماشي وفي المرايه مش موجود، بس الحمد لله طلع من العفاريت الكويسين. نروح لحد تاني. انا عبد الحليم، كنت في المقابر قريب، فضلت هناك لحد الساعه 10 بالليل لوحدي، ما كنتش عايز امشي عشان امي كانت وحشاني قوي. المهم وانا ماشي سمعت الصوت حد بينادي باسمي، ببص عشان اشوف مين اللي بينادي، لمحت قطه سودا بتجري وتدخل في القبر. انا خدتها جري، اقسم بالله مش بروح غير الصبح، بس فضلت اسبوع مش بعرف انام بسبب الموقف ده غير الأحلام المرعبة. نروح لحد تاني. أنا ليلى من القاهرة، كانت أول مرة أروح المقابر. كنت مع أختي. اللي حصل إننا دخلنا القبر بتاع خالتي وفضلنا نقرأ قرآن. أختي كانت معاها ورد بس كان في العربية، هي قالت لي خليكي هجيب الورد عشان أحطه على القبر. خرجت بس لقيتها اتأخرت. ببص جنبي لقيت في واحدة واقفة جنبي، اتخضيت عشان ما حسيتش بيها وما شفتهاش. لقيتها بتقول لي اوعي تتأخري على أختك أكتر من كده. جريت على العربية لقيت مغمى عليها في العربية، رحت بيها المستشفى، وهي لما فاقت بتحلف إنها شافت خالتي واقفة قدام القبر وبتبتسم، بس ما كانتش عايزة تصرخ عشان احنا في المقابر. وبعد كده اغمى عليها ومش فاكرة اي حاجة من اللي حصل. يعني الست اللي كانت واقفة جنبي كانت خالتي ولا القرين بتاعها، مش عارفة. ما اقدرش اقول ان هي عشان انا ما شفتش وشها قوي، بس من ساعتها مش بنروح غير لما يكون معانا ناس كتير. نروح لحد تاني. انا دعاء، احنا كنا عايشين في البلد في قرية كانت جنب المقابر، في زي كوبري بتعدي من عليه عشان تروح الناحية التانية. في مرة كنت مخلصة الدرس ورجعت البيت، كنت لوحدي، لقيت راجل اول الكوبري بيقول لي انت بتعملي ايه هنا في الوقت ده وراحة فين؟ بقول له انا البيت هنا، البيت اللي في الوش ده، عايزة اعديه. لقيته بيقول لي ما تمشيش من هنا تاني احسن. مشيت وروحت البيت وحكيت لامي على اللي حصل، واخويا طلع يدور على الراجل ده بس ما كانش ليه اي اثر نهائي، ولا حد شاف راجل بنفس المواصفات اللي انا حكيتها. الكوبري ده كان جنب المقابر بتاع القرى. نروح لحد تاني بيقول اللي يسمع غير اللي يشوف. انا بقى كنت من الناس ان مستحيل اصدق ان في حاجه اسمها جن ابدا. كنت بتريق على الناس اللي كانت بتقول انها بتشوف حاجات غريبه، لحد لما حصل اللي حصل. كنت بدفن خالي الله يرحمه، وانا صممت اقعد معاه واقرا قران، وكلهم مش. انا فضلت بعد المغرب وكنت قاعد بتكلم مع خالي وانا مندمج، في شخص جه حط ايديه على كتفي وقال لي امشي من هنا، وقت خلص من زمان يا وليد. انا مش عارف اتحرك، ابص ورايا اشوف مين اللي بيتكلم. جسمي كله كأني مشلول، كأني في حد ربطه، لدرجة اني مش قادر احرك شفايفي. ولقيته بيقول لي قدامك ربع ساعة بالظبط، لو ما مشيتش من هنا هتشوف اللي عمره ما يخطر على بالك. وسابني وهو بيشيل ايديه، حسيت ان في كهرباء ماسكه في جسمي. جريت ونطيت في العربيه ورجعت حكيت لامي، وقالت يا حبيبي احنا لينا اوقات معينه وانت اتجاوزت الوقت بتاعك، ده هيكون درس ليك عشان تتعلم يعني ايه المقابر ليها حرمتها. ومن ساعتها بروح الصبح وارجع الظهر. نروح لعصام من القاهره، بيقول كنت معدي على المقابر الوقت متاخر جدا، حوالي 3 الفجر، كنت راجع من الشغل، شفت راجل واقف على اول الشارع بتاع المقابر بيشاور لي عشان اقف. وقفت بالعربيه، قال لي ممكن توديني في سكتك على اول الشارع. الراجل كان عجوز جدا وساب عليا. قلت له اتفضل، انت ساكن فين؟ قال لي انا ساكن في مصر الجديده. قلت له طب وانا طريقي الى هناك تروح معايا؟ قال لي يا ريت. فتح باب العربيه بس قاعد ورا في الكنبه. الراجل كان عمال يحكي ويتكلم ويقول لي الدنيا عامله معاك ايه ويرغي معايا. كان راجل جميل بصراحه. جالي تليفون من امي بتطمن عليا، قلت لها اني خلصت شغل وجاي في الطريق. قفلت معاها وبقول له يا عم محمد انت ساكن فين بقى؟ ما بيردش. ببص على الكنبة ورا مش موجود. ذهلت، رحت حكيت لأمي الموضوع كله، قالت لي إني ممكن يكون ده جن، بس عشان انت ساعدته هو مش أذاك. ده أغرب موقف في حياتي ومخيف في نفس الوقت. أنا لسه فاكر شكل الراجل بالظبط،
نروح لحد تاني. أنا مرة كنت في المقابر قريب، كان في واحدة ست لابسة عباية لونها أسود واقفة عند قبر معين بتبص للقبر بغضب. كنت براقبها عشان أشوفها هتعمل إيه، لقيتها بتبصلي إن عينيها كانت سودة تماما. أنا وقعت وجريت على إيدي ورجلي، والتربي شافني وقال لي يا أستاذ مالك فيه إيه، والراجل هداني بصراحة. حكيت له اللي حصل وقال لي بص إحنا في المقابر يعني هتشوف حاجات من دي كتير قوي، بس قلت له إحنا الصبح. قال لي حتى لو الصبح محدش يعرف الأسرار المستخبية في المقابر. اللي أنا أقدر أقوله لك إنك ما تجيش لوحدك تاني، وامشي دلوقتي وحاول تتناسى اللي حصل. وفعلا مشيت، بس ما جيتش تاني لا لوحدي ولا مع حد، وما نسيتش اللي حصل. نروح لحد تاني. إسلام من 6 أكتوبر. ارموا السلام على أهل المكان تسلم منهم. على طول بنسمع الجملة دي من الناس الكبيرة في السن، وبالذات لما بنكون في مكان مهجور، وبالأخص لما نكون في المقابر، بس أغلبنا ما بيكونش فاهم معناها وبنستهتر بيها كتير. الحقيقة بقى إن الجملة دي ليها مفاهيم كتير قوي تاهت عن عقولنا، زي مثلا إننا بنبقى فاهمين إن أهل المكان هم أهلنا وأصحابنا وكل الناس اللي ربنا افتكرهم وماتوا وأجسامهم مدفونة في المكان ده، بس تاهت مننا إن أهل المكان المقصودين هم جن المكلف بحراسة المقابر، اللي هو معروف باسم جن المقابر. وعلى فكرة ده أخطر نوع جن، ومعروفين بأذيتهم للناس، لأنه دايما بيعتمدوا على تخويف الناس عشان يسهلوا طريقة اللبس أو أذاهم أذى شديد. طبعا الكلام ده لو كانت اتقال لي في وقت من الأوقات ما كنتش هحطه في دماغي، ما كنتش هصدق، بس الموقف ده غير لي كل تفكيري، خلاني أعيد حساباتي من أول وجديد وأصدق بكل حاجة. من فترة مش بعيدة جدي كان وحشني قوي، أصله توفى من 12 سنة ربنا يرحمه، وطول المدة دي ما رحتوش أزوره غير 3 أو 4 مرات. فقررت فجأة وقلت إني لازم أروح أزور جدي وأقعد معاه، عشان أكيد هو زعلان مني إن أنا ما بروحلوش. وفعلا اخترت اليوم اللي هروح فيه، وكان يوم خميس، بس سوء حظي إني اتشغلت جامد اليوم ده وما قدرتش أروح غير بعد ما أخلص شغلي، وكان في حدود الساعة 9 أو 10 بالليل. أنا طبيعتي ما بخافش قوي من الضلمة ولا من الأماكن المهجورة، وقتها ما كانش بتفرق معايا حاجة، كان كل اللي فارق معايا إن أنا أزور جدي. ومجرد ما وصلت هناك حسيت بخوف ورهبة شديدة، حسيت إن جسمي كله أشعر، ما خدتش في بالي وكملت لحد ما وصلت لقبر جدي وابتديت أقرأ له الفاتحة. وفجأة حصل اللي ما كنتش أتوقعه، سمعت صوت جدي ورايا، حسيت بإيدين بتتحط على كتفي، اتنفضت من مكاني وبصيت ورايا بسرعة بس ما لقيتش حد. حاولت أهدي نفسي شوية وقلت أكيد هيقعد من ضغط الشغل، النهاردة كان يوم طويل مريت بيه. وقفت مكاني تاني وقلت أتكلم مع جدي شوية. بلحظة وأنا مندمج وبحكي وبشكي عن حاجات كتير جوايا، لقيت الإيد تاني اتحطت على كتفي. المرة دي حاولت أتملك نفسي عشان ما اتخطش زي المرة اللي فاتت، وقلت أبص واحدة واحدة عشان أشوف مين اللي عمال يحط إيديه على كتفي، ما يمكن يكون التربي بيهزر معايا وعايز يخوفني لما لقاني لوحدي. لفيت رقبتي عشان أشوف مين ده، لقيت حاجة صدمتني، حاجة خلتني واقف مكاني عامل زي لوح الخشب، معرفتش أنطق ولا أجري ولا أصرخ. أول ما لفيت لقيت جدي، أيوة جدي واقف قصادي، شايفه زي ما بشوف نفسي في المراية بالظبط. لقيته واقف بالكفن بتاعه، هو جلده واقع، عينيه مبرقة. حاولت أتملك نفسي على قد ما أقدر، وقدرت إني أتحرك من مكاني لحد لما لقيت نفسي بقدرة قادر قدام عربيتي، وزي المجنون ركبت وهربت من مكان وأنا مش عارف أتملك نفسي، لحد ما رحت البيت. ولحد النهاردة كل ما حد بيجيب سيرة المقابر قدامي قلبي بيوقف من الخوف. أنا لسه فاكر الموقف ده تحديدا، وده كان آخر موقف في حلقتنا. المقابر أكتر مكان بيكون مسكون بالجن على فكرة، مش بس الأموات. احترموا حرمة المقابر والأموات عشان إحنا اللي في الآخر بنتأذي محدش تاني. هنا أقدر أقول لكم إن أنا وصلت لنهاية كلام خرافات، وانتوا كمان لو عندكم تجارب حصلت مع العالم الآخر وعايزيني أشارك بيها في الحلقات الجاية ابعتها لي على رسائل صفحة الفيسبوك. وإلى اللقاء.